السلام عليكم. شايفين الصينية دي؟ أنا بسميها صينية الإنجاب. نعمل مع بعض أكلة الحلة الواحدة. عندي حلة على النار فيها معلقة سمنة كبيرة من البلدي، وهضيف أول ما تسخن معايا كويس جدا عشان ما تلسكش مني بضيف الفراخ بتاعتي. دي فراخ بلدي صغيرة. الأكلة دي عايزة أي حاجة صغيرة، فراخ بلدي، فراخ بيضة، أو لحمة تكون صغيرة بتستوي بسرعة، عشان هي أكلة منجزة وحلة واحدة. حطيت الفراخ بالشكل ده، هسيبها تاخد صدمة كويس جدا، وأول ما تحمر هقلبها على الناحية التانية بالشكل ده وتحمر معايا. هبدأ أطلع الفراخ، يعني أول ما الفراخ تحمر معايا وتاخد صدمة في السمنة هبدأ أطلع الفراخ في طبق جانبي بالشكل اللي انتوا شايفينه. دي فراخ بلدي صغيرة جدا مش بتاخد معايا وقت، عشان كده بقول أكلة الحلة الواحدة المنجزة. عندي هنا البهارات الصحيحة: لومي، قرفة خشب، لورا، حبهان، وقرنفل. دي البهارات الصحيحة. عندي هنا البهارات الناعمة: كاري، بابريكا، 7 بهارات، وملح، وفلفل اسود، وبهارات فراخ. هشوحها كويس جدا مع بعض، ونزلت عليها ببصلاية مفرومة ناعم بالشكل ده. يا دوبك هديها تقليبة، أول ما تدبل معايا يا دوبك تدبل بس هنزل هنا كنت ناسية نص معلقة كركم ضفتها، وضفت معايا طماطمية كبيرة مبشورة ناعم جدا مضروبة في الكبة. هديها تشويحة بس بسيطة كده بالشكل ده، وبنزل بالفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين في الحلة. هنزل بكمية الفراخ كلها معايا واديها تقليبة بسيطة بس في الخلطة اللي أنا عاملاها دي زي ما انتوا شايفين معايا. بعد ما خلصت كمية الفراخ هديها يا دوبك تقليبة بسيطة عشان الفراخ ما تتهرطش معايا، أنا عايزاها بس يا دوبك تتغلف. أول ما تتغلف معايا بتاخد حوالي نص دقيقة بس على النار، وأنا بشوح فيها بالشكل ده في الخلطة دي بتاعتي. هنزل معايا بمية مغلية، يكون عندي مية أنا غلياها. هنزل بكمية المية المغلية بتاعتي، طبعا على حسب الفراخ بتاعتي هنزل بكمية المية بالشكل ده. هغطي الفراخ كويس جدا، طبعا هظبط ملح وكل حاجة، وهغطي الفراخ واسيبها تستوي براحتها. سلطة مشاوي: هجيب طماطم، اي كمية طماطم انت عايزاها. انا جبت 3 حبات من الطماطم، فلفلاية، بصلاية صحيحة، وعندي التوم صحيح برضو. بس تغلطيش غلطتي وتجيب التوم بالشكل ده رفيع، هي التوم الصغير هينشف معايا. هتشوفوه معايا بعد كده. هحطه في الفرن، يا دوبك احطه في الفرن يتشوي معايا. هشوف الفراخ بتاعتي بعد ما حطيت وغلت معايا اهي خلاص جربت تستوي، بس عايزة لها حوالي 5 دقايق تاني. هغطيها وهسيبها. ومن كل فترة للتانية بشوف الفراخ بتاعتي عشان ما تتهريش معايا. هنا الخضار طلع معايا: الطماطم والفلفل والبصل، والثوم نشف معايا زي ما انتوا شايفين. هي عايزة توم كبير هيكون افضل بكتير طبعا. هجيب الكبة بتاعتي وهضيف البصل والفلفل والطماطم المشوي، وجبت توم عادي صحيح انا فرماه في التلاجة واستخدمته هون. ضفت بهاراتي: ملح، وفلفل اسود، وكمون، وكزبرة ناشفة، بس مش اكتر من كده في البهارات. معلقة خل كبيرة ومعلقة زيت كبيرة، وهضرب ده كله في الكبة. مش عايزاه ناعم خالص، انا عايزاه بيكون صحيح شوية. هديله بس معلقة زيت على الوش للمعان كده مش اكتر. بس كده السلطة جهزت معايا. الفراخ بتاعتي كده استوت تماما. عندي كيلو رز بسمتي أو مصري عادي خالص، أي رز متوفر عندك استخدميه. أنا هنا الرز نقعاه وضفته بالشكل ده لكمية المية طبعا أنا عارفاها، فضفت الرز عليه على طول. حوالي تلت ساعة بس على النار هيكون استوى معايا وزي الفل. الأكلة المنجزة في حلة واحدة، كله في حلة واحدة هتنجز معاكي. استوى معايا والرز مفلفل وزي الفل زي ما انتوا شايفين، وقدمته اهو مع السلطة وطلعت رهيبة جدا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ومتنسونوش في اللايك والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.